نهايه المباراه لقطه موقف وطرائف، انا مش لاقي لها تفسير. في القانون يا جماعه الكروت اتعملت عشان الاشهار. يعني ايه؟ يعني حضرتك كلاعب عملت مخالفه تستوجب الانذار اسمها بشهر الكارت الاصفر، عملت مخالفه تستوجب الكارت الاحمر بشهر الكارت الاحمر. لكن ان انا كحكم اطلع الكارت الاحمر كنوع من التهديد والوعيد للفرقه ايا كان بس المنظر ده انا ما فهمتوش. بس فسر لي حاجه واحده، فسر لي ان الحكم نواياه ممكن ما تبقاش كويسه، اللي عامل عامله بس يا جماعه هو اللي بيعمل ده، لكن السليم واللي شايف ان هو سليم حتى لو غلط بدون قصد، انا غلطت بدون قصد، كلنا بشر وكلنا بنغلط عادي، لكن ما عملش دي. لكن دي توديني في سكه مش كويسه. الكارت الاحمر او الكارت الاصفر اتعملوا عشان الاشهار لو اللاعب عمل مخالفه، لكن فكره ان انا اطلع الكارت الاحمر عشان اخوف بيه الناس عشان ما حدش يجي لي انا عامل عامله وبتدارى منها، ده مش صح. التحكيم الافريقي رايح في حته مش كويسه، البقاء للاقوى. عايز دايما افكر الانديه المصريه بالكلمه دي، احنا مش بنحلل الاهلي وزمالك ومصري وبيراميدز، احنا بنحلل الانديه المصريه وبنوجه نصايحنا ليهم. اللي عايز يستفيد اهلا وسهلا، اللي مش عايز احنا عملنا اللي علينا وعملنا دورنا. ودايما خليكم معانا عشان الحقيقه ما تتوهش.